شاومي تقريبا سابت الشركات كلها تنزل كل الموبايلات الممكنة في الفئة المتوسطة العليا، وقررت انها تقلب الترابيزة عليهم وتقدم لهم موبايل متوحش. موبايل اعتقد انه سهل قوي انه ياخد لقب افضل موبايل فئة متوسطة عليا لسنة 2026. فقبل ما اقول لك اي حاجة، اول حاجة صلى على النبي، لايكك شيرك عشان الكل يستفاد. اما دلوقتي بقى خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناه ام ريفيوز. واخيرا كل حاجه عن الشاومي 17 تي، الخليفه المنتظر للشاومي 15 تي، اللي كان واحد من افضل موبايلات الفئه المتوسطه العليا، لانه كان بيقدم قيمه عاليه قوي قوي مقابل السعر مقارنه بالمنافسين اللي كانوا حواليه. بس عايز اقول لك ان المره دي بقى الموضوع كبير قوي. لو بصيت على التصميم زي الشاومي 17 تي برو، مفيش اي حاجه اتغيرت في التصميم. التصميم ثابت، نفس الكاميرات الموجوده على الجنب، اللوجو بتاع شاومي تحت، كل حاجه هي. ولكن السنه دي في الوان مختلفه تقدر تميز بيها الشاومي 17 تي والتي برو عن ال 15 تي والتي برو. لازال الموبايل برضو داعم لمقاومه الغبار والميه اي بي 68، ولكن نفس اللي حصل مع الشاومي 17 تي برو حصل مع الشاومي 17 تي. الظهر بدل ما كان من الازاز في ال 15 دي بقى من البلاستيك المقوى، ولا زال الفريم هو من البلاستيك زي ال 15 تي بتاع السنه اللي فاتت. ملخصا التصميم ما اتغيرش فيه اي حاجه غير نقطه الالوان، والظهر بدل ما كان ازاز بقى بلاستيك. تصميم كويس، ما عنديش اي مشكله معاه. ولكن طبعا بالنسبه للخامات بتاعه الصناعه، اغلب الموبايلات دلوقتي زي الفيفو في 70، الاي 57، الاوبو رينو 15، الموبايلات المفروض اللي هتكون منافسه للموبايل ده اغلبهم بيجوا بظهر من الازاز وفريم من المعدن، فاكيد هم في خامات الصناعه افضل من الشاومي 17 تي. ولكن بالنسبه لنقطه الشاشه واللي جاي، الموبايل ده فعلا قوي جدا، وخصوصا لما نوصل للمعالج والكاميرات. الموبايل ده بيجي بشاشه قويه، شاشه فعلا ممتازه، شاشه امليد 68 مليار لون بحجم 6.59 انش، حجم مناسب كويس، لا هي كبيره ولا هي صغيره زياده عن اللزوم، حوافها قليله. لا زالت الشاشه مسطحه 1.5K 120 هرتز، بتدعم ال HDR 10 بلس والدولبي فيجن، وكمان معدل التعتيم 3840 هرتز. وكمان الشاشه دي عليها طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس. فانت لو بصيت على الشاشه هتلاقي ان الشاشه فعلا قويه، شاشه محترمه. يمكن ما تلاحظش تطور كبير ما بينها وما بين شاشه الشاومي 15 تي، لان شاشه الشاومي 15 تي كانت شاشه برضه محترمه، ما كانتش شاشه قليله تماما. ودلوقتي خلينا نتكلم بقى في نقطة المعالج، لأن المعالج هنا فيه تطور، وخصوصا لما تحط الموبايلات اللي هو نازل ينافسها في فئته زي مثلا الفيفو في 70 وغيره. الموبايل ده بيجي بمعالج سفاح دايمنستي 8500. ما تستقلش بالمعالج ده، هو فئة متوسطة عليا ولكنه معالج شرس. هنا في نسختين من الموبايل، 12 256، 12 512، ذاكرة يو اف اس 4.1، والرام ده دي ار 5 اكس عادي زيه زي الشاومي 17 تي برو. وعايز اقول لك ان الشاومي 15 تي كان بيجي بمعالج دايمنستي 8400 الترا، ولكن ال 8500 اللي انت ممكن تكون مستقل بيه هو اقوى ب 11% من الدايمنستي 8400. زائد كمان ان الفرق الاكبر ده بيبان في نقطة تجربة الألعاب في الجي بي يو. بتحس بنقلة، لأن كمان في فرق في السنجل كور وفي المالتي كور على البنش مارك. بمعنى أصح الدايمنستي 8500 أقوى ب 9% على حساب السنجل كور على النواة الواحدة، وبالنسبة للمالتي كور سكور للأنوية كلها هو اقوى ب 14%. فما تستقلش خالص بمعالج زي ده. وطبعا لو انت حطيته جنب السناب دراجون 7 جين 4 اللي هو المعالج الشائع دلوقتي، هتلاقي ان المعالج ده اقوى. حتى لو حطيته جنب الاكزينوس 1680 الموجود في حاجه زي الاي 57، هتلاقي برضو ان معالج شاومي اقوى. فمن الاخر الموبايل ده نازل في نقطه الاداء يقش كل الموبايلات اللي موجوده، زي ما عمل بالظبط الشاومي 15 تي، وكان اقوى اداء على فئته السعريه. كمان الموبايل هنا بيدعم تركيب شريحتين، هو مفيش تركيب كارت ميموري، بيطلع باندرويد 16 هايبر او اس 3، وكمان بيدعم الاي سيم. ولكن برضه لسه مفيش اي تفاصيل بقى عن سنين الدعم هتكون قد ايه، ولكن اعتقد انها هتكون مش قليله. فلو انت بتدور على الاداء، الموبايل ده لازم تنتظره، لان ده تقريبا هيكون اقوى اداء على فئته السعريه بدون مبالغه.
فعلا منافس شرس. ونيجي بقى لاهم نقطه، انا اتبسطت بصراحه ان شاومي ظبطتها في الكاميرات. الموبايل ده بيجي بثلاث كاميرات في الظهر، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل مع او اي اس، كاميرا للتقريب اول مره موبايل فئه متوسطه عليا يقدمها اللي هي الكاميرا ال5 اكس اوبتيكال زوم، كاميرا 50 ميجا بكسل مع او اي اس، ودي حاجه ممتازه على فكره، ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت مع ال15 تي، كانت موجوده مع ال15 تي برو. زائد كمان ان الموبايل جاي بكاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل وكاميرا اماميه 32 ميجا بكسل. وهنا في تجربه الكاميرات لو هنقارن الشاومي 15 تي بالشاومي 17 تي، لا في اختلاف وفي تطور وفي نقله مش قليله على مستوى الكاميرات، وخصوصا لما تطلع من كاميرا 2 اكس لكاميرا 5 اكس. البعد البؤري ال 5 اكس افضل في التصوير من ال 2 اكس بشويه حلوين. فانت هنا مع الشاومي 17 تي مش بس بتاخد من السنسور الرئيسي 2 اكس زوم، لا انت معاك كاميرا 5 اكس بتدي لك صور خطيره مميزه، بتطحن الخلفيه وبتخلي الشكل ممتاز قوي قوي قوي. بقيه الحاجات التانية بصراحه ممتازه، بصمه اوبتيكال موجوده تحت الشاشه اكيد بتشتغل كويس زي الشاومي 15 تي وال15 تي برو، كانت البصمات كويسه. لا زالت مستمره معانا السماعات الاستيريو دولبي اتموس، وشاومي على فكره بتعرف تعمل سماعات ستيريو كويس جدا جدا. اكيد ما فيش مدخل 3.5 مللي بس في ان اف سي اي ار، كمان كل المستشعرات موجوده، تقارب حقيقي، جيروسكوب حقيقي، ما فيش اي مشكله. واخيرا واحد من اكتر التطورات اللي عجبتني ان الشاومي 17 تي البطاريه كبرت عن ال 15 تي اللي كانت بطاريته يعني تمشي الحال، كانت بتكمل اليوم بالزق يعني. هنا البطاريه بقت 6500 ملي امبير ولا زال بيدعم سرعه شحن 67 واط. فانت لو بصيت على الشاومي 17 تي هتلاقي ان حصل فيه شويه تطورات خلت الموبايل ده في حته تانية عن ال 15 تي اللي كان واحد من اقوى الموبايلات، ولو لسه موجود في السوق لحد دلوقتي فهو يتفوق على موبايلات كتيره من اللي نازله السنه دي في الفئه المتوسطه العليا. يعني على سبيل المثال لو جبت لي الشاومي 15 تي قدام الانفينكس نوت 60 برو هقول لك اكيد اروح للشاومي 15 تي. الشاومي 15 تي كان واحد من اقوى الموبايلات، فتخيل انت بقى ان الشاومي 15 تي ده شاومي جابته غيرت التصميم او غيرت اللون بتاع التصميم بتاعه، الشاشه سطوحها عالي، المعالج بقى اقوى كمان من اللي كان موجود في ال 15 تي، تغير في عدسه التليفوتو من 2 اكس ل 5 اكس، وتغير في طرق المعالجه بتاعه التصوير انها تكون افضل. وكمان في نفس الوقت الموبايل محتفظ بكل حاجه موجوده فيه، مفيش اي مشكله، بل كمان البطاريه بقت محترمه، بقت 6500 ملي امبير. فتخيل انت تطور في البطاريه، تطور في الكاميرات، تطور في المعالج، كل الحاجات دي تستدعي ان اقول لك ان الموبايل ده يعتبر واحد من اكتر الموبايلات المنتظره. بل الموبايل ده لو نزل في الفئه المتوسطه العليا في السوق المصري هيزعل موبايلات كتيره جدا، وقادر انه يغطي على موبايلات كتير. بس اتمنى السنه دي ان مع سلسله شاومي ال 17 تي وال 17 تي برو يكون في نسخ محترمه ونسخ كتير جدا، ما يحصلش ان الشاومي 17 تي و17 تي برو ينزلوا يتحرق النسخ الاوليه وبعد كده الموضوع يبدا يزداد صعوبه زي ما حصل مع ال 15 تي وال 15 تي برو. كان صعب قوي انك تلاقي الموبايل بسهوله. فاتمنى السنه دي ان شاومي توفر كميه محترمه بحيث انها تقدر بجد تحسم المنافسه في الفئه المتوسطه العليا، ده لو هم عايزين يرجعوا تاني في المقدمه ويرجعوا تاني شاومي بتاعت زمان بتاعت القيمه مقابل سعر. دي كل حاجة عن الشاومي 17 تي، اتمنى اشوف الموبايل ده قريب في مصر، والاهم ان نلاقي تسعير منطقي من شاومي. ما تنساش انت في اخر الفيديو تقول لي رايك، لايكك، سبسكرايبك، فعل الجرس عشان يوصلك مني دايما كل جديد، وكالعادة انتظرني فيديو جديد وسلام.